المدير بتاعك هيقفشك، والدكتور بتاع الجامعة هيقفشك، والكلاينت بتاعك هيقفشك، عشان انت بتكتب حاجات generated by chat GPT وبتخش تحطها في الشغل على اساس ان هو شغلك الخاص. ولكن لو ما تعرفش، فالشات جي بي تي اي تكست بيكتبه، اي generated تكست هو بيعمله، بيبدأ ان هو يحط فيه رموز مخفية. الرموز دي في مواقع معينة بتكتشفها، وعلشان كده انت بتتقفش يا معلم. طب تعالى افهمك ازاي. بص يا معلم، احنا لو رحنا على اي تكست عامله تشات جي بي تي وخدناه كوبي كده، وبعدين رحنا على التول دي وعملنا هنا كده بيست للكلام اللي احنا كاتبينه، هنبدا نلاقي كل الانفيزبل كاركترز اللي موجوده في من عن طريق تشات جي بي تي، او اللي تشات جي بي تي حاططها وسط الكلام بتاعك، على الرغم من ان الكلام يبان انه عادي. بعد كده هتعمل هنا فيكس اول يونيكود كاركترز، هيبتدي ان هو يطلع لك التكست الجديد. وعلشان تطمن وتتاكد ان التكست الجديد ده ما فيهوش اي هيدن كاركترز، هناخده كوبي ونرجع نحط فوق هنا كده تاني، فهنلاقي الدنيا بقت تمام. وبكده مش هتتقفش يا معلم. بس لو خدت التكست من شات جي بي تي على طول ورحت بقى حطيته في الشغل، او حطيت فيه بلوجز على جوجل، يعني كتبت بيه مقالات على جوجل، هتتقفش بكل سهولة، وهي دي المشكلة. فلو عاوز تعرف اكتر وتتعلم اكتر حاجات زي دي، اعمل لي فولو واعمل لايك للفيديو.